في لحظات من حياتنا قد نشعر أن كل شيء ينهار. تفقد عملا تحبه، يخونك شخص وثقت به، تفشل في تحقيق حلم بذلت من أجله كل شيء، ويبدو السقوط حينها مؤلما حادا، وكأنك لن تنهض أبدا. لكن ماذا لو كان السقوط ليس نهاية الطريق، بل مجرد محطة في طريقك نحو النضوج؟ السقوط ليس نهاية. السقوط لا يعني أنك فاشل، بل يعني أنك بشر. كل من نجح قبلك سقط يوما، لكنهم اتخذوا القرار الأهم: أن ينهضوا. الانكسار يكشف قوتك الحقيقية. عندما تسقط ترى نفسك بوضوح، بعيدا عن الأقنعة، بعيدا عن التوقعات، وتسمع صوتا داخليا يقول: ما زلت هنا، يمكنك أن تبدأ من جديد. قوة القرار. النهوض لا يحدث صدفة، إنه قرار شجاع أن تقول لنفسك: نعم سقطت، لكنني سأقف أقوى وأوعى. النجاح الحقيقي ليس ألا تسقط، بل ألا تبقى في مكانك بعد السقوط. لا تقارن نفسك بغيرك، فأنت لا تعرف جراحهم. خطوات للنهوض بعد السقوط: أولا، تقبل الألم. اعترف بما حدث، ابكي إن احتجت، لكن لا تستسلم. ثانيا، اعد ترتيب أولوياتك. اسأل نفسك: ما الذي يستحق أن تبدأ لأجله من جديد؟ ثالثا، ضع خطة بسيطة. فكر في الخطوة التالية، لا في القفزة الكبيرة. رابعا، أحط نفسك بالداعمين. ابحث عن من يؤمن بك حتى حينما لا تؤمن بنفسك. خامسا، ذكر نفسك بمن أنت. استمع لصوتك الداخلي. عد إلى جذورك. أنت أقوى مما تظن. قد تشعر الآن أن الدنيا أغلقت أبوابها، أن كل شيء انتهى، لكن الحقيقة في داخلك شعلة صغيرة تنتظر فقط أن تشعلها من جديد. تذكر: السقوط لا يعيبك، لكن البقاء فيه يسرق منك الحياة. انهض الآن وابدأ من جديد. أنت لا تبدأ من الصفر، بل من الوعي والخبرة والقلب. من قناة إيجابيات نذكرك دائما أن النور يبدأ من داخلك، وأنك تستحق بداية جديدة كل يوم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما يلهمك ويمنحك دفعة أمل في الوقت الذي تحتاجه. إيجابيات، حيث تزرع الفكرة وتنبت الحياة.